السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب تالتة ثانوي إن شاء الله يا شباب، زي ما وعدناكم هننزل منهج تالتة ثانوي كله على اليوتيوب شرح بالنسبة بقى لحل كتاب المعاصر أو الحل كتاب المستر. خدت بالك إن شاء الله هيكون على المنصة. دلوقتي يا شباب همسك لكم الدرس الأول، هفصصه معاك تفصيصة كويسة جدا، أخليك تطلع عارف تحل، فاهم يعني إيه الدرس الأول، فاهم يعني إيه اشتقاق، مظبط حالك. فابدأ معايا، امسك قلمك وورقتك وظبط امورك، وان شاء الله هتوصل معايا لمستوى كويس جدا جدا جدا. يلا توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اول درس يا شباب حاجه اسمها اشتقاق الدوال المثلثيه. الدرس الاول في التفاضل. الدرس الاول اشتقاق الدوال المثلثيه. طيب يا مستر في بعض الحاجات عن الاشتقاق انا مش عارفها. طب يا مستر انا بقول لك ان فيه حصه اتشرحت، حصه تاسيس، هترجع تحت هتلاقي الوصف، روح شوفها قبل ما تبدا تشتغل معايا في الدرس الاول، على اساس انت تبقى مؤسس نفسك ومظبط. طب يا مستر تعالى نشوف اشتقاق الدوال المثلثيه. انا عندي 3 دوال مثلثيه اساسيه اللي هم بتوع زمان، اللي هم مين؟ جا، اما بقول لك صاد بتساوي جا س مثلا، او 3 س. صاد تساوي جتا 3 س. صاد تساوي ظا 3 س. وطلبت من حضرتك الاشتقاق. هو كلمة الاشتقاق نفسها معنى الاشتقاق اللي هو د صاد على د س، أو المشتقة الأولى، أو صاد شرطة، أو معدل التغير، أو نهى. نهى إيه يا شباب؟ د س زائد ه ناقص د س وتحت ه، لما اله بتقول لصفر. طيب لو انا اديتك صاد بتساوي ج 3 س، تقدر حضرتك تشتق؟ يعني ايه اقدر اشتق يا مستر؟ عاوز اجيب د صاد على د س. د صاد على د س لو انت رجعت في بقول لك في المحاضره اللي فاتت او المحاضره الاولى تاسيس، هتلاقي مشتقه الجا بجتا، بس احنا اتفقنا ما بشتقش دي، انا بخش اشتق دي الاول. مشتقه 3 س بكام؟ مشتقه 3 س بكام؟ ب 3. مشتقه 3 س بكام يا شباب؟ 3. بعد ما اشتقيت اللي جوه اروح اشتق الجا. مشتقه الجا بجتا واللي جواها ينزل زي ما هو، خلصت المساله. طب يا مستر ما فهمتش قوي، خش شوف الثانيه. هنا قلنا نخش اللي جوه الاول، مشتقه 3 س. مشتقه 3 س اللي هي كام؟ 3. يبقى د صاد على د س. مشتقه 3 س ب 3. طب مشتقه الجتا بسالب جا، نحط السالب هنا كده بره. مشتقه الجتا دي يا شباب بجا، سالب جا، وده ينزل زي ما هو، خلصنا. طيب اللي بعده تعال نشتق الظا. انا عاوز د صاد على د س. مشتقة الظا دي يا شباب برضو اتفقنا هخش جوه اللي هي كام؟ 3. مشتقة الظا بقى تربيع 3 س. تمام؟ ويا شباب انا بقول لك اهو، قبل ما تبتدي في الحصه دي لازم تشوف الحصه اللي فاتت، اللينك بتاعها تحت، على اساس ان انت تعرف ان مشتقه 3 س ب 3. هتقول لي يا مستر انت جبتها منين؟ اقول لك ارجع للحصه اللي فاتت عشان تمشي معايا خطوه خطوه. طيب ده اول حاجه. وده يا مستر انا بقول ده كلام قديم اللي هو يعتبر ثانيه ثانوي. طيب ثانيه ثانوي فين يا مستر؟ ثالثه ثانوي. عندي زي ما اشتقيت 3 دوال. الدرس الاول في ثالثه ثانوي هو بيتكلم عن 3 دوال تانيين. مين ال3 دوال تانيين؟ اللي هم مشتقه صاد بتساوي ق س. عاوز د صاد على د س. طيب مبدئيا كل المدرسين بيحفظ الطالب ق س بق ظ. يبقى مشتقة الدالة دي، مشتقة اللي جوه ده كام؟ س، قدامها كام؟ 1، يبقى مشتقتها 1 اهو. كده كده الواحد ما بكتبوش. مشتقة القا ق ظ. بس الطالب العبقري، الطالب اللي بيسمع وعاوز مدرس يأسسه، عاوز يعرف دي جت منين. طب يبقى انا دلوقتي خلاص اهو، انا قلت لك احفظها زيك زي الباقي.
القا بتساوي قا ظا، خلصنا. طيب يا مستر جت منين؟ جت منين القصه دي؟ تعالى كده نشوف. صاد بتساوي قا س. عشان اجيب اشتقاقها الحل اهو بقى. هي مين القا؟ القا دي يا مستر واحد على جتا. طب يا مستر انت عرفت منين؟ ارجع للحصه اللي فاتت. ارجع، دي تاسيس، هتلاقي حصتين حساب مثلثات، الحاجات دي فايده. انا ما اديتهمش عشان خاطر انت تسيبهم. طيب بعدين صاد بتساوي واحد على جتا، اشتق كده دي. طب يبقى ده صاد على ده س. دي عباره عن ايه يا شباب؟ كسر. مشتقة الكسر بعمل ايه؟ قلت بمسك اللي تحت بحطه في 3 اماكن. مشتقة الجتا يبقى احطه هنا جتا تربيع، هنحطه هنا، وهنشتق هنا. طب هنشتق جوه قوس كده عشان ما تلخبطش. مشتقة الجتا بسالب جتا. ملخبط عدلك. المقام محطوط في 3 اماكن. هنا اس 2 حطيته هنا، اشتقته هنا. خش على البسط. البسط اللي هو الواحد مشتقته هنا، هنحطه هنا اهو واحد، وهنا مشتقته بصفر. طيب نحاول نبسط شويه. دول بصفر. طب سالب في سالب بموجب، يبقى الاجابه جا فوق. وتحت الجتا دي ما ينفعش اقسمها. جتا س في جتا س. طيب هي جايه على جتا بايه يا شباب؟ جايه على جتا يا مستر بظا. طب واحد على جتا بايه؟ طب انت جبت الواحد منين؟ ما اي حاجه مضروبه في واحد عادي. واحد على جتا بايه؟ بقا. يبقى يا مستر مشتقة القا بقا صا. مشتقة القا بقا ظا. طبعا الطلبه بتبقى حابه تحفظ قانون، مفيش مشكله، حابب استنتاجه، الدنيا بسيطه. دي اول واحده اللي هي مشتقة القا. نخش على الجزء الثاني. الجزء الثاني مشتقة ايه يا شباب؟ تاني حاجه صاد بتساوي قتا. اشتق لي قتا. طيب انا ايه رايك اديك انا الاجابه واشوفك انت هتعرف تجيبها ولا لا؟ طيب الحل اهو. ده صاد على ده س. مشتقة القتا قتا زتا. بس في حاجه، اي حاجه فاتح هتشتقها تحط لها سالب. خلص القانون. تعرف انت يا مستر، وتعرف انت وانت قاعد كده في البيت تعملها لي كده. هسيبك تفكر فيها، تمام؟ وان شاء الله في بدايه الحصه الجايه انا هنزل لك اجابتها. طيب ولو انت هتبص تحت هتلاقي فيه ملزمه نازله فيها الاجابه بحيث ان انت تركز. طيب رقم 3، يبقى انت هنا مطلوب منك الجزئيه دي انك تستنتجها. طيب وبرضو عشان افهمك يعني او اسهل عليك شويه، صاد بتساوي قتا. القتا دي واحد على جا، وهتبقى نفس الطريقه. طيب رقم 3 يا مستر، رقم 3 ان انت هتجيب مشتقة الزتا. مشتقة ايه يا شباب؟ الزتا. مشتقة الزتا دي عبارة عن ايه؟ مشتقة الزتا مشتقة مبدئيا لازم فيها سالب. الله، ليه يا مستر انت عرفت منين؟ إيه؟ الله دي فاتت؟ طب هيجرى حاجة لو قلتها سالب قتا تربيع؟ يا مستر انت بتقول كلام جبتها منين؟ طب ما تيجي نستنتج قانونها زي اللي فاتت. طيب هي الزتا دي عباره عن ايه يا شباب؟ الزتا دي صاد تساوي زتا. الزتا دي جتا على جا. يا مستر انت عرفت منين؟ لازم نشوف الحصه اللي فاتت. اوعى تنسى، لازم تشوفها عشان خاطر تعرف ايه انا بجيب الحاجات دي ازاي. في عندك حصتين، حصه تفاضل وحصه حساب مثلثات، لازم تشوفهم قبل ما تبدا معايا عشان قلت لك دول تاسيس. طب يا مستر كمل. طب تعرف تشتق؟ اه طبعا. ده صاد على ده س بتساوي المقام تربيع. ادي المقام، المقام ناقص مشتقة المقام. يبقى اوعى تلخبط. المقام حطيته هنا اس 2 وحطيته هنا، هو اشتق هنا. مشتقة الجا
بجتا. طبعا كلكم عارفينها، بقول لك تهت ارجع، وطبعا موجودين في الاول. مشتقة الجا بجتا. في هنا البسط بقى هنحطه هنا ونشتقه هنا. مشتقة الجتا سالب جا. تاني يا مستر، المقام هحطه في 3 اماكن، اس 2 وحطيناه هنا واشتقناه هنا. طب والسالب دي يا مستر في القانون لازم تشوف الحصه اللي فاتت. طيب البسط بقى حطيناه هنا واشتقناه هنا. اضرب كده، جا في جا بسالب جا تربيع، جتا في جتا بسالب جتا تربيع. انزل تحت، الجا تفضل زي ما هي. ما تاخد سالب يا مستر مشترك، خدنا سالب، بقى لي جا تربيع زائد جتا تربيع تحت جا تربيع. دول بواحد، جبتهم منين؟ من الحصه اللي فاتت. تمام؟ يبقى الناتج يطلع بيها يا شباب سالب 1 على جا تربيع سيتا او س. بالمناسبه يا شباب س او سيتا هنا مش هي المشكله، عادي كلها اشتقاق يعني. بس هي اهم حاجه ان السين دي بتبقى زي الاشتقاق ده، ده زي ده. يعني هنا صاد وسين، يبقى ده صاد على ده سين. طب لو صاد وسيتا يبقى ده صاد على ده سيتا، عشان ما تشوفهاش في حته وتقول دي غريبه ولا صعبه. طيب 1 على جتا بايه يا مستر؟ انا مش عارف، شوف الحصه اللي فاتت. انا بقول لك اهو لازم تشوف الحصه اللي فاتت. 1 على جتا يا مستر بقتا، وما تنساش ايه، بص السالب. يبقى انا كده قدرت استنتج لك الدرس. ايه رايك يا حبيبي ان انت لو شفت الحصه اللي فاتت وشفت دول انت خلصت الدرس؟ انا كده مبدئيا ده الشكل العام للدرس. طب يا مستر ما تدينا بقى حاجات نحلها ونبدا بقى نحل. هنبدا دلوقتي نعمل ايه يا شباب؟ نروح معاكم على امثله، بس تحط في دماغك ان مشتقه القاف بكذا، مشتقه القتا اللي انا سايبها لك اهي بقتا زتا، وما تنساش السالب. مشتقه الصاد او مشتقه الزتا قصدي بسالب قتا ايه يا شباب؟ تربيع. تمام؟ دلوقتي هنروح على الجزء الثاني اللي هو حل الامثله البسيطه. دلوقتي يا شباب هنروح على الفكره الثانيه. طبعا هتلاحظوا ان احنا غيرنا القميص اهو، معلش النور قطع، انتوا عارفين كلكم النور بيقطع عندكم، وكل واحد بيضحك دلوقتي وبيهزر على المستر، مش مشكله يعني. طيب احنا متفقين هنروح نحل الفكره الثانيه اللي هي ايه يا شباب؟ الفكره اللي بتقول حل المسائل البسيطه. ايه يا مستر المسائل البسيطه؟ تعالى نبتدي. يبقى دلوقتي انا هبدا معاك حل بسيط عشان ما تتوهش، انا كده فهمتك جزئيات الدرس، بس احب اعيدهم كده اوام اوام اللي هم ايه؟ لو جيت قلت لك صاد قاسي صاد قتا س صاد زتا س. مشتقة القا يا شباب للمرة الثانية والثالثة والرابعة، مشتقة القا بقازا، يبقى ست شرطة قا ظا. طيب مشتقة القتا اللي هي د ص على د س بقتا زتا. وما تنساش، اوعى تنسى وانت اوعى تلخبط، طول ما المسألة فيها ت وانت بتشتق تحط سالب. طيب مشتقة الزتا د ص على د س اللي هي السالب قتا تربيع. طيب يا مستر كده انت رجعت لنا تاني، ما يجراش حاجة، ذكر فإن الذكرى تنفع ايه؟ المؤمنين. طيب تعالى نخش في المسائل البسيطة. افرض يا مستر قلت لك مسائل اهي أمثلة، قلت لك ص بتساوي زتا 3 س زائد 5. تقدر تجيب لي د ص على د س؟ اقدر. الموضوع بسيط جدا جدا جدا، طبعا دي مسائل بسيطه. اول حاجه طلبه كتير جدا بيروح يشتق الزتا، لا 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 هتلخبط، انت تلخبط، خليني في اللي جوه الاول. بص يا برنس، بص يا باشمهندس، مشتقه 3 س زائد 5، اشتق اللي جوه الاول، اللي جوه الاول مشتقتها 3، يبقى انا بشتق اللي جوه الاول. بعد كده مشتقه الزتا يا مستر انا حفظت خلاص بسالب قتا تربيع. طلبه كتير جدا يقول لك طب انا هحط جواها ايه؟ نفس القوس. خلصت. ادي ده اول مثال بسيط. طيب يا مستر ناخد حاجه كمان. افرض يا مستر اديتك ص بتساوي قا 2 س زائد 8. برضه يا مستر كلام فاضي، انت بتهزر يعني؟ طب افرض كمان حطيت لك 3، مفيش مشكله، عاوز اجيب د ص على د س. طيب بسيطه، اجيب ازاي؟ بالراحه. ال3 دي مالناش دعوه بيها،
واحد هيقول لي دلوقتي طب ما مشتقة التلاتة صفر، اقول لك لا، هي التلاتة مجموعة ولا مضروبة؟ دي مضروبة، مضروبة تنزل زي ما هي. طيب اشتق جوه الاول، اشتق 2 س زائد 8 ب2، طلعت الاتنين لقت مين بره؟ 3، يبقى 6. ادي دي اول جزئيه. خش لي جوه دي بقى، القا دي بايه؟ بقا ظا. طيب القا بايه؟ ب2 س زائد 8. طب الظا هحط جواها مين؟ نفس الحاجه 2 س زائد 8. يبقى انت يا مستر عاوز تقول ان انت بتشتق جوه الاول واطلعها بره، لقت الثلاثه بقت 6، واشتقت القاقازه. طب يا مستر اللي جوه ده انت ما اشتقتوش ليه؟ انا بنزل القوس زي ما هو. كل ده يا شباب احنا لسه بنتكلم في مسائل خفيفه وبسيطه وحاجات زي ما انت شايف سهله جدا، ما فيش اي حاجه. طب يا مستر تعالى خد دي، ص بتساوي 4 ظ س ناقص قتا س. عادي يا مستر. طيب يا سيدي بص، زائد س أس 3، حاجة قديمة عشان الطلبة اللي تايهة. تقدر يا مستر تجيب لي المشتقة؟ أيوه في ثانية يا باشمهندس. طيب وأنت ممكن أصلا في البيت تحل كمان معايا، توقف الفيديو لحظة وتحل وبعد كده تشوف إجابتك معايا. طيب بص كده يعني إيه؟ ابدأ الأربعة دي مضروبة يا مستر تنزل واحدة واحدة. مشتقة الظا قا تربيع ناقص مشتقة القتا، أنا حافظها، مشتقة القتا قتا زتا، اوعى تنسى مين؟ سالب. طب يا مستر ده فيه سالب وهي اشتقاقها فيه سالب، سالب في سالب بموجب، قتا زتا زائد. طيب مشتقة السين أس 3 دي اشتقاق زمان، هنقول مشتقاق زمان، اشتقاق زمان نزل التلاتة يا شباب يبقى 3 س أس 2. طيب واحدة كمان، دي رقم 3. رقم 4 طلبة كتير جدا عندي اسألهم يا شباب في السنتر، اقول لهم ايه؟ اشتق لي دي كده، اقول له ص يساوي زتا مثلا باي على الأربعة، واقول له عاوز د ص على د س. هو طبعا ذكي جدا يقول لك مشتقة الزتا كام؟ يقول لي مش عارف قتا زتا وسالب قتا والكلام ده. لا 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 يا شباب، دي دالة ثابتة. يعني ايه يا مستر ثابتة؟ اهي ثابتة. ايه عرفني انها ثابتة؟ لا يوجد بها س، لا يوجد س. طيب يبقى اشتقاقها كام وانت مغمض؟ اشتقاقها صفر. اي داله يا شباب ثابته اشتقاقها يطلع بيها يا شباب بصفر. طب يا مستر تعالى ادينا حاجه كمان، هرخم عليك ارخم عليك بس رخامه لسه خفيفه برضه. خد كده مثلا ق، بص يا حبيبي، 4 س ناقص باي. ايه بقى باي وزفت والكلام ده؟ لا كلام بسيط جدا برضه. اشتق معايا، هجيب د ص على د س، الاشتقاق بتاعها خفيف، اتفقنا بشتقه جوه الاول. طب يا مستر اشتقاق باي دي رقم، طب طالما رقم عادي ما يهمكش، اشتقاق دي ب4 اللي جوه دي. طب يا مستر اشتقيت دي قا ظا، مش ده اللي انا حافظه؟ اشتقة قا ظا. طيب خش على اللي جوه ينزل زي ما هو، بص 4 س ناقص باي، 4 س ناقص باي. طيب نكمل يا مستر، هات لنا حاجه اصعب شويه، انت بتدينا مسائل مباشره، نخش على مثلا مسائل اكتر لفه شويه فيها حركات شويه. تعال نشوف كده، او حركات بيلعب عليك. خد مثلا دي كده، اول واحده لما اجي اقول لك ص بتساوي قا ايه يا شباب؟ 1 على س او 2 على س. في مشكله هنا. فين المشكله؟ الاول اشتق معايا، الاشتقاق بتاعها ايه يا شباب؟ الاشتقاق بسيط جدا جدا جدا. ازاي اشتق دي؟ طيب اتفقنا بشتق الاول، ده 2 على س دي يا مستر انا ما اعرفش، هاجي على جنب اهو، على جنب بسيط اهو، اشتقاق 2 على س. اشتقاقها ايه؟ اطلع دي فوق الاول يبقى 2 س اس -1. اشتق بقى، اشتقاقها يطلع بايه؟ الاشتقاق بتاعها يا شباب ننزل الاس اضربه في الاثنين يبقى -2 س -1 في دي ب2. هطرح من دي 1 يبقى كام يا شباب؟ -2. يعني انت عاوز تقول يا مستر ان اشتقاق البتاعه دي هو ده؟ احنا مش اتفقنا بخش الاول، ركز يا سيدي اوعى تنام معنا. سيد هنا يا جماعه هو مهندس نايم خالص على نفسه، تحس انه سهران طول الليل.
طيب مشتقة دي يا سيد تطلع بكام؟ يطلع بسالب 2 س أس سالب 2. حلو، يبقى أنت يا مستر اشتقيت اللي جوه الأول. مشتقة القا بقا ظا. طب واللي جوه يا مستر زي ما هو. طيب ادي دي كمان حاجة. طيب يا مستر ادينا واحدة كمان زي كده، احنا ملخبطين، مفيش مشكلة. لما اجي اقول لك مثلا ص بتساوي 5 س أس 2 زائد قتا جذر س ناقص 2. يا مستر ده سهل جدا جدا جدا. المسألة طبعا دي جزئيتين، والجزئية الأولانية زي ما أنت شايف سهلة وبسيطة، والجزئية الثانية دي فيها جذر. يبقى على جنب يا مستر، أنا ملخبط، على جنب أهو، على جنب. بص على جنب، اوعى تنسى. عاوز أشتق دي، مشتقة الجذر أجيبها إزاي يا مستر؟ سهلة جدا. مشتقة الجذر بتساوي 1/2 في الجذر في مشتقة ما بداخل الجذر. ايه اللي داخل الجذر؟ س مشتقتها كام يا شباب؟ 1. امال الواحد ده تاني 1/2 في الجذر في مشتقة ما بداخل الجذر 1. اظبطها شوية يا مستر عشان انا ملخبط. 1 في 1 ب1، الاتنين تتضرب في دي اهي. خلصنا. ده الجزء الاول اللي هي اشتقاق الجزء ده اللي ملخبطني. يبقى انا يا مستر اما بخش على المساله كده بشوف الصعوبه فين، بشوف الدنيا ماشيه رايحه فين وجايه منين، عشان اقدر اتصرف ايه يا شباب معايا. تعالى يا مستر ابدا اشتق معايا. طب انا يا مستر نسيت قانون الجذر. احنا قلنا فيه متطلبات اساسيه عن التفاضل الاشتقاق، هتلاقيها على اليوتيوب، هتلاقي اللينك بتاعها في الوصف تحت. واوعى تنسى الحصه اللي فاتت، الاساسيات دي مهمه جدا معاك. طيب اي مشكله برضو عندك في اي قانون يا جماعه ابعت لنا على قناه التليجرام اي حاجه واحنا هنوصلها. معانا مهندسين فريق كويس جدا هيظبط معاك كل حاجه. طيب يا مستر حل معانا دي. 2 في 5 ب10 س مباشره. طب دي يا مستر بقى الله، مشتقه القتا انا نسيت. مشتقه القتا بكام؟ بسالب قتا زتا. يبقى دي غلط اهي، سالب قتا زتا. الله، بس انت كده غلطان يا مستر، انت قلت لنا اشتق اللي جوه الاول. طب ما الاشتقاق بتاعنا مجهزه اهو. يبقى دي بس تاني اهو، تاني اهو عشان ما تتوهش. تاني اهو اشتقاق دي الاول اهو. شفت انا مجهز الصعب ازاي؟ مشتقة القتا قتا زتا، واللي جواها يا مستر زي ما هو. خلصت. طيب نكمل تاني. كل ده احنا لسه بنتكلم في مسائل يا شباب، حاجات بسيطه. طيب تعال نتكلم في حاجه كمان اللي هي لو فيها تكه تاني. يبقى احنا ادينا حاجه بسيطه، حاجه برضو فيها حركه. لما اجي اقول لك ص بتساوي ق س على 3 زائد ق ب على 3. الله، طلبه كتير جدا ممكن يلخبط. تعرف تشتق؟ طبعا اعرف اشتق، انا صغير. طيب فين يا معلم؟ اشتقاق دي يطلع بايه؟ طب يبقى محتاج انا اظبط ده الاول. اتفقنا؟ كلمة على جنب اوعى تنسى، على جنب. ايه على جنب؟ اشتق دي الاول. هي دي س على 3 اللي هي كان اصلها ايه؟ س على 3 اللي هي اصلها تلت س. ايه جبت الواحد منين؟ قلنا في 1 تلت س. اشتقاق تلت س بكام؟ بتلت. يبقى انا كده زي الفل. تعال نشوف. طب دي يا مستر دي داله ثابته، الثابته كده كده اشتقاقها بصفر. يبقى انا عاوز د ص على د س بتساوي. د ص على د س بتساوي ايه يا شباب؟ اتفقنا اشتق جوه الاول. طب فين يا مستر؟ اهو تلت مشتقة القا قا ظا، والسين على 3 س على 3 زائد المفروض دي مشتقتها كام؟ صفر. كده كده تكتبه او ما تكتبوش ما فرقتش. دلوقتي يا شباب انا قدرت اقول لك الافكار المباشره. طب يا مستر هل في افكار اكتر من كده واشد من كده؟ طبعا ممكن يجيب لك بعد كده الافكار كل الحاجات، اسم الدالتين، ضرب دالتين. هنروح دلوقتي. يبقى انا دلوقتي يا مستر انا ما بلخبطكش، انا بتكلم الاول على الفكره، انا بسميها كده مع نفسي الفكره المباشره اللي هي السهله البسيطه. ويا جماعه معلش يعني كل الطلبه ممكن تسمع يوتيوب كتير وتسمع شغل كتير مع ناس كتير كلهم طبعا اساتذتنا. القصه كلها انت بتسمع الفكره دي بس،
معايا انا اديك الصعب والسهل وادخلك في المنهج عشان تعرف تتاسس وتظبط. هنروح دلوقتي على الفكره الكام يا شباب؟ الفكره الثانيه اللي هي فيها حركات. نشوف كده دلوقتي يا شباب ان شاء الله. نروح على الفكره الثانيه. يبقى انت خدت المباشره متوش وظبط كده، اكتب في كشكولك الدرس الاول المستر بتاع اليوتيوب ده قال لك الفكره المباشره. طب الفكره الثانيه، الفكره الثانيه يا شباب برضو بسيطه جدا. فكره اتنين اللي هي الضرب والقسمه. الضرب والقسمه. ايه يا مستر الضرب والقسمه؟ طيب انا عاوز اراجع الضرب والقسمه، ارجع لاساسيات التفاضل اللي هتلاقي اللينك بتاعها عندك او هتلاقيها على القناه بتاعتك. طيب ازاي مثلا يا مستر؟ خد اول جزئيه مثلا. لما جيت قلت لك ص بتساوي مثلا يعني س اس 4 زتا 5 س. الله، عاوز اشتق يا مستر. طب ما بسيطه، واحد ذكي يقول لك ايه، ما تشتق دي لوحديها ودي لوحديها. غلط، ده ضرب، ده فكره جديده غير اللي فاتت اللي هناك كان بينهم زائد. طيب هنا الحل بيكون سهل جدا يا شباب. د ص على د س. انا هكتب القانون، لو عاوز تراجع مسائل ارجع للوصف بقول لك او ارجع للاساسيات التفاضل اللي عندك. س اس 4 هنقول الاولى في مشتقة الثانيه زائد الثانيه في مشتقة الاولى. ادي ده اول جزء. طيب الاولى مين؟ س اس 4. مشتقة الثانيه، الله، مشتقة الثانيه ده زاتا. هو احنا بنشتق زاتا ولا بنشتق اللي جوه الاول؟ اللي جوه الاول. مشتقة الخمسه س ب5. طب مشتقة الزاتا قاتا تربيع. الله، في طالب دلوقتي يقول لك ايه يا مستر ده بسالب قاتا، احطها هنا تبقى شكل المساله، احطها في الاول تبقى تاني مشتق اللي جوه الاول ب5، مشتقة الزاتا بقاتا تربيع وفي سالب بره، زائد الثانيه في مشتقة الاولى 4 س اس 3. طب يا مستر ما تظبط معانا الوضع شويه. اظبط معاك الوضع شويه اللي هو ازاي؟ يفضل الارقام قدام يبقى سالب 5 س اس 4 قتا تربيع 5 س زائد 4 س اس 3 زتا 5 س. طيب ادي دي واحده على الضرب. طب يا مستر ما تدينا حاجه كمان، انا مش مركز قوي. طيب ص تساوي ج س قتا او ق 3 س. تقدر تجيب المشتقه؟ اقدر. وقف الفيديو خليك ذكي واشتق انت ولخبط وعك وتعالى ابتدي معايا انت حل اهو. د ص على د س الاولى ج في مشتقة الثانيه مشتقة قتا 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 قتا. لا ده المستر بيلخبط، لا انا بشتق اللي جوه الاول ب3 مشتقة القا قا ظا و3 س زائد الثانيه اللي هي قا 3 س في مشتقة الجا بجتا. طب يا مستر في واحد يجي يقول لي ايه، انا ما لقيتش الاجابه كده في كتاب المعاصر، انا يا مستر حليت ولقيت الاجابه غير كده، بحل غلط؟ لا انا بحل صح. هتلاقي كتاب المعاصر واخد مشترك. ايه المشترك؟ هنا ق، الله، وهنا ق، ما تاخد ق مشترك، خدنا ق اشطب عليها. بص بص عامل المشترك عشان انتوا بتلخبطوا شويه. هيتبقى لي 3 ج ظ زائد جتا س او جتا س. طيب تمام، ده كده ايه يا شباب؟ الضرب. زي ما خدنا الضرب يا شباب تعالى ناخد القسمه. القسمه ناخد واحده مباشره ص بتساوي، ولا ناخد واحده على طول طرش كده من اولها اللي هي المعقده دي من الاول خلاها نخلص. خدت بالك سيد بيضحك، ما تضحكش يا سيد. 1 زائد زتا على 1 ناقص زتا، او 1 زائد زتا على 1 ناقص ايه. طب يا مستر ده دي ايه؟ دي حاجه جامده جدا، عادي ما يهمكش. ركز 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 كده. انا عاوز المشتقه. طب ايه رايك يا مستر اكتب لي القانون؟ حاضر. المقام تربيع، المقام مشتقه المقام. ايه يا مستر انت بتكتب القانون غريب قوي غير اللي احنا بنشوفه في الكتاب. ده اسهل. امسك المقام في 3 اماكن. هنا اس 2، هنا من غير اس اشتقه هنا. خش على البسط. فين البسط؟ البسط يا شباب هنا، البسط اهو، هنا مشتقة البسط.
تاني المقام في 3 اماكن، هنا وهنا وهنا. هنا اس 2 وهنا من غير اس واشتقاقه هنا. البسط هنا واشتقه هنا. طيب يلا نفذ معاه. مساله طويله شويه، ركز معايا. د ص على د س بتساوي المقام اس 2. ادي المقام اس 2. المقام من غير اس مشتقة المقام. الله، ده في سالب يا مستر اهي. مشتقة المقام 1 زائد زتا. زتا دي بسالب قتا. طب ما سالب في سالب يبقى موجب قتا تربيع س. ده كده المقام. شوف مش ملخبط. ويا ريت وانت بتكتب كده تبقى ماسك قلمين، تبقى واد شاطر كده، قلم ازرق كده وقلم رصاص مثلا. طيب قتا دي بقى خش على البسط. البسط فين؟ 1 ناقص زتا. مشتقته مشتقة الواحد بصفر، مشتقة الزتا بسالب قتا تربيع. تاني 1 مشتقته بصفر، مشتقة الزتا دي بسالب قتا تربيع، سالب في سالب بموجب يبقى قتا تربيع س. ايه يا مستر العقد دي؟ حاول تفك. افك ازاي؟ ندخل دي جوه وندخل دي جوه. طيب قتا في 1 بقتا، زتا في قتا بزتا قتا، زائد قتا في 1 بقتا ناقص قتا في زتا بقتا زتا. انزل تحت 1 زائد زتا وما تنساش التربيع. طب يا مستر ينفع يختصر؟ لازم يا شباب، اي مساله اسمها لازم يكون فيها اختصار. بص غالبا لازم حاجه تمشي مع حاجه طالما اسمها. طيب ما تجمع قتا وقتا 2 قتا تحت 1 زائد زتا تنزل زي ما هي. خلص الموضوع. خلصت يا مستر؟ خلصت يا مستر. ده كان ايه يا شباب؟ كان اسم دالتين. طبعا زي ما انت شايف حاجات كويسه جدا وما فيهاش حاجه، انا مجرد بعوض في القانون بس في لعبكه في الاشاره وفي التظبيط. ملخبط؟ وقف الفيديو وعيدها مره كمان، مش عيب. ركز شويه معايا. طيب يا مستر هنخش على حاجه تاني، فكره 3. فكره 3 انا اديتها لك قبل كده اكتر من مره وهتلاقيها في الاساسيات، اللي هي ص بتساوي قوس. ايه يا مستر قوس؟ يعني مثلا ص بتساوي ق ج قتا ق مثلا اس 5 س. ايه قوس ده يا مستر؟ ده مش قوس، دي فيها اس. لا هي قوس. ارجع اكتبها كويس، يعني دي مكتوبه غلط، اكتبها كويس. ق س الكل اس 5. ق س الكل اس يا شباب 5. طيب يا مستر حل. طبعا سهل جدا. مشتقة القوس د ص على د س بتساوي، نزل ال5 واطرح منها 1 يبقى اس كام؟ 4 في مشتقة ما بداخل القوس. تاني نزلت ال5 طرحت منها 1، نزلت ال5 وطرحت منها 1 في مشتقة الق. مشتقة الق ق ايه؟ ق ظ. دي اس كام يا شباب؟ 1. حاول تجمع 5 تنزل. ق اس 4 في ق بق اس 5 ظ س. هي دي ايه يا شباب؟ هي دي الاجابه المطلوبه. دي اللي هي مشتقة ايه؟ القوس. طب يا مستر ادينا واحده كمان عشان انا ملخبط. بسيطه. جا بس فيها حركه شويه يعني. جا افتح قوس قتا 5 س اس 3. ايه يا مستر العقد دي؟ معلش انا عاوزك تبقى متفوق من اليوتيوب. دي حاجه مجاني وانا عاملها لوجه الله يا شباب، عاوزك تبقى شاطر منها. خدت بالك؟ طيب ركز معايا. اشتق دي ازاي؟ هقعد انا افكر اشتق دي ولا اشتق دي ولا اشتق دي. انت تايه. لا اخش اخر حاجه جوه. يبقى د ص على د س سهله جدا بسيطه، ما تخافش من المسائل. مشتق دي الاول 3 في 5 ب 15 س تربيع. الله. طب والقتا يا مستر؟ روح على القتا من جوه، تيجي من جوه. بص جوه واطلع وانت طالع بره. مشتقة القتا دي سالب، مشتقة القتا دي اهي، دي مشتقة القتا بقتا 5 س زتا 5 س. واحد طالب دلوقتي بيسأل بيقول يا مستر انت نسيت السالب. اهي يا عم ما تزعلش نفسك.
اتفقنا السالب بنحطها بره. ارجع بقى لاخر حاجه خالص، مشتقه الجاب. مشتقه الجاب ايه يا شباب؟ بجاتا واللي جواها ينزل. طبعا دي مساله يا شباب زي ما انت شايف مليانه، مش كل طالب يعرف يجيبها، مع انها شكلها غريب كده. يبقى هات من جوه الاول، طلع بره، اشتق القاتا اهي، اشتق بعد كده الجاتا اخر حاجه. ولاحظ لما بشتق الجا او الجاتا دي اللي جواها بينزل، بشتق القاتا اللي جواها بينزل. عشان في ناس ذكيه جدا مهندسين كلهم بيروح يشتق القاتا ويرجع يشتق لي دي. لا انت بتلخبط خالص لخبطه جامده. طب يا مستر انا الحاجات دي عاوزها مكتوبه عندي في ملزمه او مكتوبه في حاجه. ان شاء الله يا شباب هتلاقي في الوصف الملزمه نازله لك وفيها واجب. طب الواجب يا مستر انا عاوز احله واتاكد. طيب عندنا قناه تليجرام هتلاقيها مكتوبه، وكل ده يا شباب حاجات مجانيه احنا عاملينها احنا والشباب بتوعنا عشان خاطر حاجه لوجه الله يعني. طيب انا محتاج دلوقتي اديتك كام فكره؟ اديتك يا مستر الفكره الاولى شرح، الفكره المباشره في الجزء الاولاني، الفكره الثانيه الضرب والقسمه، الفكره الثالثه القوس. كده انا خلصت مبدئيا شكل المسائل. بس لو حضرتك بتروح تحل المسائل هتلاقي في مسائل معقربه. دلوقتي انا هديك بعض المسائل اللي مستواها عالي شويه. طب يا مستر هل ده كل حاجه؟ لا ده مش كل حاجه، في مسائل معقربه اكتر. المعقرب اكتر ده هتلاقيني بعمل لك حصه كام درس كده ان شاء الله، كام درس مع بعض بلم لك فيه كل المسائل الغريبه هنا كده واظبطهم لك في فيديو لوحدك. طيب دلوقتي يا مستر هنروح على المسائل ايه الغريبه شويه اللي الطلبه ما بتحبهاش من الاخر. نشوف كده مع بعض. دلوقتي يا شباب تعال نتكلم في الافكار الغريبه شويه. يا مستر غريبه ايه؟ ولا غريبه ولا حاجه، يعني اللي هي الاختياري والحاجات اللي انت بتشوف شكلها في المعاصر. يعني مثلا اول مساله صاد بتساوي زتا 5 س ناقص باي. يا مستر غريبه ايه ده؟ انا احلها لك بصابع رجلي. طب ما طبعا كلام فاضي، احنا شارحين يعني. ده صاد على د س بتساوي مشتقه الزتا غلط، مشتقه اللي جوه الاول، مشتقه دي 5، مشتقه الزتا بقاتا تربيع. واحد هيرد دلوقتي يقول لك يا مستر انت على طول بتنسى السالب. بنسى السالب اهو، اوعى تنسى، اوعى تنسى السالب. طيب خلاص خلصنا. طيب حاجه كمان. طيب يا مستر خد واحده كمان اهي. اما اجي اقول لك د على د س، ايه يا مستر د على د س دي اللي انت مديها لنا اول مره نشوفها؟ هي مشتقه، هو بيلعب عليك عادي. كام؟ قتا او 2 زتا باي على 4. كل الناس هترد تقول لي الاجابه هنا كام؟ ب2. ب2 ازاي يا مستر؟ يا فيها س ده بصفر، الاجابه صفر. حتى الواد رد معانا هو اسمه سيد، ده هو عفريت. طيب واحده كمان، د على د س ق س ناقص 1 في ق س زائد 1. ايه يا مستر بقى العقد دي؟ ولا عقد ولا حاجه، قلنا دي معناها المشتق. طب دي اي قوس في الرياضه عموما فك الاول. يعني ايه يا مستر فكه؟ اضرب ق في ق بق تربيع، 1 في 1 ب1. ظبطتها؟ ظبطتها. اشتق يا معلم. طب واحد يجي يقول لي انا هشتق ازاي؟ دي لوحديها ودي لوحديها. طب دي اعتبرها ايه؟ قوس. يعني انا ممكن كده بص اهو ق س اس 2 اشتق. نزل الاثنين اشطرح منها 1 في مشتقة اللي جواها مشتقة القا قازا. خلصت؟ خلصت، بس ظبط شكلها شويه. 2 تنزل ق في ق ق تربيع والظا تنزل. خلص الموضوع. وش على اللي بعده. طبعا يا شباب الدنيا بسيطه خالص والدرس بسيط، عاوز بس شويه تركيز منك مش اكتر، تراجع وتظبط امورك. طيب يا مستر كمل. طيب لما اجي اقول لك نهى، لما هي بتقول لي صفر ق باي على 4 زائد ه ناقص ق باي على 4 على مين؟ على ه. الكلام ده يساوي ايه؟ ايه يا مستر ده اللي انت بتعملت ايه الغريب ده؟ ده هنا بضحك عليك، دي تعريف الاشتقاق. ارجع لاساسيات التفاضل وانت تعرف انا معرف لك اساسيات الاشتقاق. معنى كلمه مشتقه هو معدل التغير، وده اللي هو معدل التغير. طب يا مستر برضه انا هتصرف ازاي؟ مش فاهم انا. دي مين؟ ق. اشتق ق، وبعد ما تشتق ق عوض بالباي على 4. ايه رايك نكتبها لك بالعربي؟
تعني اشتقاق ق. بس مش كل المسائل دي ق اشتق ق، دي جاء اشتق جاء، مشتقة الق ثم التعويض باللي هنا بايع على الاربعه. يعني انت عاوز تقول يا مستر ان المساله دي اشتقاق برضو؟ اشتقاق، عيل يجيبها في ثانيه. مشتقة الق قاذا. قاذا مين؟ قاذا بايع على الاربعه. احسب يا مستر بالآلة، احسب بالآلة. طبعا باي على الأربعة أو على جنب أهو، باي ب 180 على الأربعة بكام يا شباب؟ 45. طب يبقى ق 45 ظا 45. حضرتك حل يلا. ظا 45 بالآلة بواحد، ق 45. يا مستر ما بعرفش أكتب ق على الآلة. مين ق؟ واحد على مقلوبها. مين مقلوبها؟ جتا. يعني واحد على جتا 45 بجذر 2. جذر 2 في واحد بجذر 2. خلصت المسألة. طبعا يا جماعه كلام بسيط جدا. طيب يا مستر ما تدينا واحده بقى بنت جنيه. هديكم واحده حاجه كده يعني مستويات عليا. لما اجي اقول لك يا ريس صاد بتساوي زتا كام؟ الف س. بيقول لك وكان د صاد على د س زائد 4 1 زائد صاد تربيع بتساوي صفر. اوجد الف. حاجات طبعا دي يا شباب مستويات عاليه جدا عليكم، عاوزه حد ذكي. طب يا مستر اعمل ايه؟ انت ما تعملش حاجه، انت جيب المشتقه الاول، مش ده المطلوب؟ جهز ده. انا عاوز المشتقه والاربعه تنزل ودول ينزلوا. يعني انت يا مستر عاوز تقول هات المشتقه، انا هات المشتقه د ص على د س. مشتقه الزد سالب ق تربيع. لا غلط، اللي جوه الاول يبقى الف ق مشتقه الزد بق تربيع الف س. وما تنساش السالب. خلاص تمام؟ تمام. اركن دي، عوض بقى في اللي قدامك. يلا دي سالب الف ق تربيع الف س زائد الاربعه تنزل الواحد ينزل. صاد ايه يا مستر؟ صاد ما هي. ايه المشكله يعني؟ بس عوضت عن صاد بزتا تربيع الف س. الكلام ده المفروض يساوي كام يا شباب؟ صفر. طيب يا مستر كمل. اكمل ازاي؟ اضرب الاربعه جوه يبقى سالب الف ق تربيع زائد 4 و4 ايه؟ و4 في دي. شباب لو في حد ملخبط في حاجه نعيد له تاني، والدنيا بسيطه خالص مفيش اي مشكله خالص. تاني انا اشتقيت الزتا سالب ق تربيع، تمام؟ بعد ما اشتقيت الزتا ق تربيع دي نزل مكانها الاربعه، ضربتها هنا جوه 4 اهي، والواحد اهو، ودي اهي. طيب بعدين عادي يا مستر مفيش مشكله خالص، الدنيا بسيطه. الكلام ده يساوي كام يا شباب؟ صفر. كل ده انت ما حلتش حاجه. لا انا حليت اساسا. بص كده، ودي دول بعكس الاشاره يبقى سالب الف ق تربيع. انا خلصت خلاص، يساوي سالب 4. او خلي الاربعه عادي، ممكن كنا خدنا الاربعه دي بعكس الاشاره على طول وصح برضه. يعني احنا كنا ممكن عملنا كده اهو. معلش نسهلها عليكم شويه، اسهل شويه. بص الاربعه تنزل ودول بمين؟ ايه بمين يا مستر؟ احنا مش عارفين. ارجع لاساسيات حساب المثلثات. واحد زائد زتا بايه؟ بقتا تربيع الف. طب وبعدين يا مستر ودي دي بعكس الاشاره يبقى سالب الف قتا الف يساوي سالب 4 قتا الف س. القتا مع القتا والسالب مع السالب، يبقى الالف تطلع بكام يا شباب؟ ب4. اخر جزئيه واخر مساله ان شاء الله، المساله الاخيره اللي هو بيقول لك داير على د س جتا في قتا. ايه يا مستر جتا في قتا؟ طيب في طلبه كتير جدا عندي في السنتر يشتكوا لك حصل ضرب دالتين. طبعا طالب شاطر بس بيتعقد منه ما يلاقيش الاجابه. لا الموضوع بسيط. جتا اهي. مين قتا؟ قتا يا مستر انا مش فاكر. قتا واحد على ج ودال على د س. انا ما بحلش، انا بظبط بس شكل المساله. جتا في واحد بجتا وتحت ج. اشتق كده، اي طالب فيكم يشتقها في لحظه. طب هي ايه اشتقاها؟ حاسس الاسم ده يعني؟ لا برضو دول بمين؟ دال على د س زتا. مشتقة الزتا كلكم حافظينها سالب قتا تربيع س. دلوقتي يا شباب احنا خلصنا الدرس الاول
وان شاء الله هنلتقي معاكم في جزئيات المنهج كلها. زي ما انتم شايفين شرحنا بسيط، بنحدد افكار. انا دلوقتي شرحت ايه يا مستر؟ شرحت فكره مباشره، شرحت الضرب والقسمه، شرحت القوس، شرحت مسائل غريبه زي ما انت شايف حركات من المستر، حليت معاك اجزاء كبيره. طب يا مستر هل ده كل حاجه؟ قلت لك لا، ده مش كل حاجه. كل حاجه دي ان شاء الله في مسائل كتيره جدا هعمل لك لها فيديو تاني. مستر اي مساله واقفه قدامك، اي حاجه واقفه قدامك، احنا بنتابعك لوجه الله على قناه التليجرام اللي هتلاقيها تحت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.